النهارده الاهلي قدر يفوز على مازيمبي بالثلاث اهداف مقابل لا شيء. اي حد هيشوف النتيجه يقول ان الاهلي يستحق بجداره انه يوصل لنهائي افريقيا. ده كسبان مازيمبي 3-0. لكن لما تيجي تشوف في تفاصيل الماتش ان المازيمبي كان ليه هدف مستحق 100%، لكن التحكيم مخرج قاعد يلعب في الكوره ويحاول يبين ان هي لمسه يد، والتحكيم حسبها لمسه يد وضيع على مازيمبي كرة الهدف اللي كانت هتفرق كتير جدا جدا في نتيجة اللقاء. هتقول لي يعني حتى لو الجون اتحسب احنا جايبين 3 اجوال، وانت فاكر ان مازيمبي لو كان الجون ده حسب له وبقت النتيجة 1-0 لمازيمبي كان الاهلي هيعرف يحط جول بسهولة؟ مازيمبي كان هيدافع ويقاتل على ويحافظ على الجون ده، وحتى الاهلي لو كان جاب جون كان النتيجة 1-1 يبقى مازيمبي برضه هو اللي يصعد. لكن ايه اللي حصل؟ مخرج اللقاء اللي غالبا محمد نصر من غير ما اعرف هو مين، والتحكيم ضيعوا مجهود فرقه مازيمبي بالكامل، وحسبوا الكره دي لمسه يد وضيعوا الجول على مازيمبي، وبعدها الاهلي جاب الجول الاول والثاني والثالث وخلص الماتش 3-0. طبعا محدش هيفتكر ان الجول ده اتلغى، محدش هيفتكر ان التحكيم كان ليه دور، محدش هيفتكر ان مازيمبي كان جايب جول في الاهلي وكان هيطلع الاهلي من قبل النهائي. كله هيفتكر ان الاهلي وصل لنهائي افريقيا، الاهلي وصل لنهائي افريقيا في المره الخامسه على التوالي. مصطفى شوبير 6 ماتشات و7 ماتشات ما كلين شيت. لكن الحقيقه مستخبيه جوه التفاصيل ومحدش بيدور على التفاصيل. لكن احنا من هنا بنأكد ان مازيمبي مجهوده ضاع بسبب المخرج وبسبب التحكيم. مازيمبي كان يستحق يوصل للنهائي، لكن في الاخر الاهلي وصل ب3 اهداف مقابل لا شيء في مرمى مازيمبي.